السلام عليكم يا أصحابي، أنا بلبع الجزرة. النهاردة لقيت ألبوم صور قديم وحبيت أفتحه وأحكي لكم عن أول يوم ليا في الحضانة. يلا بينا نشوف الصور مع بعض. بصوا هنا، دي صورتي وأنا بصحى من النوم. كنت فرحان ومتوتر شوية، أول مرة هروح مكان جديد من غير ماما. ودي صورتي وأنا قدام الحوض بفرش سناني. كنت بحاول أخلي سناني تلمع علشان أبتسم وأنا واثق. أما هنا فدي صورتي وأنا بجهز الشنطة. حطيت القلم والكراسة والمقلمة وعلبة الألوان، وطبعا اللانش بوكس اللي فيه الجزر بتاعي. كنت مجهز كل حاجة علشان أكون مستعد. شايفين الصورة دي؟ دي وأنا ماشي في الطريق للحضانة جنب ماما. كنت حاسس إن قلبي بيدق بسرعة، بس ماما قالت لي ما تخافش يا بلبع، هتعمل أصحاب جداد. الكلام ده ريحني جدا. وهنا أول ما دخلت الحضانة المس استقبلتني بابتسامة وقالت أهلا يا بلبع. ساعتها حسيت بالأمان. ودي صورتي وأنا بلعب مع أصحابي. رسمنا ولعبنا وضحكنا. كنت فرحان جدا إني مش لوحدي. وفي آخر اليوم حسيت إني عملت خطوة كبيرة، من طفل متوتر شوية لطفل عنده أصحاب وذكريات حلوة. الدرس اللي اتعلمته من أول يوم في الحضانة إن البداية ساعات بتكون صعبة، لكن لو استعدينا كويس وفتحنا قلبنا نلاقي الدنيا أجمل بكتير. كانت دي ذكريات يا أصحابي. أنا بلبع الجزرة، وكل يوم جديد مغامرة جديدة. مع السلامة، أشوفكم في حلقة جديدة.